ايوه تمام. تمام يا شباب، نبدأ على بركة الله. تمام. عايزين منكم مشاركات كده، تشاركوا معانا ان شاء الله في الاجابات. وهنسيب لكم، يعني هسيب لكم بس مش وقت كتير طبعا عشان وقتكم، حرصا على وقتكم. يعني نحاول قدر الامكان بسرعة كده نحل الاسئلة مع بعض. هديلكم فرصة ان انتوا تحلوا معايا ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تستمتعوا معانا وان انتوا تستفيدوا معانا. يا ريت يا جماعة دعوة صالحة كده بظهر الغيب ليا ولوالدي ولوالدتي ولأسرتي. بس هو ده اللي انا عايزه منكم ان شاء الله. تعالوا مع بعض نبدأ في اول سؤال عندنا، هو سؤال الديالوج. زي ما احنا عارفين ان شاء الله هيجي لنا اول سؤال هو سؤال الديالوج او المحادثة. المحادثة لازم نقرا الأول حاجة الانترودكشن سنتنس يا شباب بتاعتها، اللي هي الجملة الافتتاحية بتاعتها. نقول مع بعض كده الجملة الافتتاحية: علي and أحمد are talking about أحمد's visit to الأورمان جاردن. علي وأحمد بيتكلموا عن زيارة أحمد لحديقة الأورمان. طيب يا هاجر، انت لسه ما خلصتيش، انت كده متأخرة، اعتقد ان انت متأخرة يا هاجر، بس برضو يعني قدامك لسه في وقت. تمام، يعني احنا يعني في معظم الناس خلصت بقالها شهر وفي ناس خلصت بقالها 20 يوم. انت تعتبري، بس انا عارف ان انت ان شاء الله قدها، وهتقدري في خلال ال 20 يوم اللي فاضلين دول ان شاء الله ان انت تنجزي وتراجعي ان شاء الله تمام التمام. ولو محتاجة اي امتحانات باذن الله هتلاقي على القناة كل الامتحانات بتاعت السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت والسنة دي. طبعا I am fine. برافو يا دكتورة، الناس بدأت تجاوب معايا. محمد سعد أبو النجا و ايه وهاجر أحمد. أحمد 2200. تمام. منار ممتازة يا منار. الصورة مش واضحة، مع لو النت ظبط مع عندك هتلاقي الدنيا وضحت معاكي، أو ممكن الإعدادات بتاعت الفيديو، إعدادات الفيديو عندك ممكن تظبطيها من فوق كده، هتلاقي في عندك اعدادات للجودة بتاعت الفيديو. كمال ممتاز يا جمال. جنى تمام يا شباب. أميرة بحجابي منورة البث يا أميرة. طيب يبقى أول حاجة عندنا هنقولها هي I am fine. I am fine. لما حد يقول لنا how are you هنرد نقول له I am fine thank you. I am fine thank you. طيب في رقم 2 بيسأل سؤال فقال له I have been to الأورمان garden. أنا كنت في حديقة الأورمان. طبعا الرد أو السؤال بتاعها هيكون إيه؟ أنا كنت في حديقة الأورمان. يبقى هنقول where have you been. excellent A و excellent جانا. where have you been to أو where have you been، الاتنين صح. where have you been أو where have you been to. يبقى نيجي هنا كده ونكتب where have you been. where have you been. طيب في number 3 بيسأل سؤال برضو قال I went there by bus. أنا ذهبت إلى هناك بالأتوبيس. where have you been. منار ممتازة. محمد عيد تمام يا محمد. المرة ده كله لا، ده إن شاء الله يعني ربنا إن شاء الله يكلل تعبك ويكلل مراجعتك بالخير إن شاء الله وتطلع من الأوائل يا محمد يا عيد. أسماء. إيه، أسماء يس أسماء منورانا يا أسماء. إيه أسماء خلاص إن شاء الله حفظناها بإذن الله. هنا في رقم 3 هيقول له إيه يا جماعة؟ How did you go there مريم. برافو يا مريم. How did you go there طبعا علشان الجملة في الماضي. طبعا هنشرح النقطة دي سريعا كده. ليه احنا قلنا how did؟ علشان خاطر في عندنا الجملة تحت في الماضي. يبقى how كيف، احنا بنسأل عن الوسيلة اللي اروح بيها، فنقول how. والتصريف تحت في الماضي went نجيب did كفعل مساعد. how did you الفاعل، وجو بنرجع الفعل مصدره there. كيف ذهبت إلى هناك. تمام. ممتازة يا أسماء. ممتازة يا جي آر. محمد برافو. برافو يا أميرة. جميل.
الله ينور يا شباب. طب how long did you stay there؟ how long يعني ايه يا شباب؟ how long معناها ايه؟ تمام، how long معناها كم المدة. how long معناها كم المدة اللي انت قعدتها هناك. فننزل تحت هنلاقي لا مش هينفع نجاوب اي اجابة عشوائية. تمام، احنا ننزل تحت وهنلاقي برافو يا محمد يا سعيد يا ابو النجا. تمام، ممتازة يا هاجر. طيب نشوف كده مع بعض. يبقى اكيد هيقول له ايه؟ هيقول له 5 hours. تمام، 5 ساعات، لان تحت بيقول له 5 ساعات وبعلامة تعجب كده، ده بيأكد على كلامه. فهيقول له I، خلاص هنجاوب نقول ايه؟ I stayed في الماضي طبعا، I stayed there، واقول for لمدة، تمام، واقول ايه 5 hours 5 ساعات. وليه قلنا 5 hours؟ لان انا مجبر اقول 5 ساعات عشان تحت في علامة تعجب بيقول له 5 ساعات. I stay there for 5 hours. مريم ممتازة. تمام، ان شاء الله يا منار باذن الله ليله الامتحان معاكم، والصبح باذن الله قبل الامتحان يعني على بعد الفجر كده ان شاء الله نبدا مع بعض برضه مراجعه قبل الامتحان بساعه. برافو يا اميره. تمام، تبقى هنا I stayed there for 5 hours. طب واللي كتب 5 hours بس تمام مفيش مشكله، اللي بيكتب 5 hours بس تمام. اخر حاجه بيقول له why، ليه قعدت هناك 5 ساعات؟ فهيقول له I love botanical gardens too، انا بحب البوتانيكال جاردنز too. يبقى because I loved ايه the botanical gardens، اكيد يعني عشان صاحبنا بيقول له ايه، يبقى because I loved، انا حبيت the botanical garden. في طبعا اجابات تانية تنفع. تمام، اكيد في اجابات تانية تنفع، ان هو ممكن يقول له مثلا I stayed in the botanical gardens، انا قعدت في البوتانيكال gardens. the botanical gardens are good او are great او are marvelous. اي اجابة ان البوتانيكال جاردن دي حلوة وجميلة وزي الفل. because I loved برافو botanical gardens. تمام، كده خلصنا السؤال الاول. ننتقل الى السؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا هو سؤال قطعة وعليها 4 فراغات، والمفروض هملأ ال4 فراغات ب4 كلمات من اللي فوق. تعالوا نشوف مع بعض. نمبر 1 in fact. يعني ايه in fact يا شباب؟ انا بطرح السؤال ده للجميع. يعني ايه كلمة in fact؟ in fact ها تمام، in fact سامع ناس شاطرة عايزة تجاوب، بس طبعا عبل ما بيوصل في الحقيقة. برافو يا منار، برافو يا جمال، برافو يا محمد. في الحقيقة we should like reading، يجب أن نحب القراءة because it's a برافو يا أسماء ممتازة، جميل يا جي آر. الحقيقة because I loved the botanical، ماشي I loved botanical gardens. تمام، في الحقيقة يا أحمد، جميل. أسماء جميل. يبقى أول نمبر 1 هتبقى كلمة نمبر 1 هنخليها كده useful. خلاص useful because it's useful and necessary in our daily life. reading بيكون مفيد وضروري لحياتنا اليومية. so it's my favorite، لذلك هي my favorite hobby and I like it very much. we space read a lot of books. we space read a lot of books. ايه يا جماعة هنقول ايه هنا؟ تمام we should. محمد برافو عليك، جميل، برافو يا محمد. سعد ومحمد نور، جمال الدين ممتازين. أحمد منار برافو. جي آر برافو. هاجر الشواف جميل. شد وأسماء شد جميل. يبقى احنا هنا هنكتب نمبر 2 هتبقى شد. خلاص، يجب علينا إن احنا نقرأ كثيرا. طيب السؤال الثالث عندنا بيقول له read a lot of books space our free time. نشوف كده. برافو يا أحمد، برافو يا مين تاني؟ أحمد، وعندنا أسماء، وعندنا محمد نور. during برافو. جي آر during جميل. طبعا سبقنا جمال وجاوب على نمبر 4 make مظبوط. تمام، يبقى نمبر 3 هتبقى during معناها أثناء الإيه؟ وقت الفراغ بتاعنا. يبقى نمبر 3 هنا أثناء. ونشوف آخر حاجة عندنا that
our free time to get new ideas and much information which help us space our life better. إنها بتساعدنا إن إحنا نجعل حياتنا أفضل. يبقى إيه نجعل which help us. ها أيوة برافو عليكم، تبقى make اللي هي أول كلمة هنا تجعل حياتنا أفضل. يبقى دي number 4. طيب تعالوا ننتقل إلى السؤال الثالث عندنا في امتحاننا. هو عبارة عن قطعة وعليها بعض الأسئلة. تعالوا نقرأ القطعة مع بعض. القطعة لذيذة وفيها قصة جميلة هتعجبكم. نقرأ مع بعض القطعة كده. Uncle صالح is fond of going to the cinema. أنا عايز أفهم يا جماعة fond of دي معناها إيه؟ يلا كل يكتب لي fond of معناها إيه يا شباب؟ fond of. جواهر، جميل يا جواهر. تمام خلاص أنا حفظت الاسم إن شاء الله يا جواهر. يلا fond of فخور بيه مش قوي. fond of نفكر في fond of. ها لا يا جواهر، نفكر مع بعض. يكون في لا، وجدنا لا، يجد لا. fond of معناها لا. طيب مغرم بيه. fond of يعني ايه؟ مغرم بيه. يبقى Uncle صالح is fond of going to the cinema. We don't have a cinema in our town. ما عندناش سينما في مدينتنا. So he travels to the next town. لذلك هو بيسافر إلى المدينة المجاورة to see a film once a month. عشان يشوف فيلم مرة في الشهر. He goes to the cinema alone. بيذهب للسينما بمفرده. Though he has many friends. بالرغم من إن عنده أصدقاء كثر. Recently حديثا we knew عرفنا why from my mother. عرفنا ليه من ماما. ليه ايه؟ ليه ان هو بيروح لوحده رغم ان عنده اصدقاء كتير. Uncle صالح هنسمع حكايته بقى. wanted to be an actor. كان عايز يكون ممثل at early age في عمر مبكرة. he waited outside the studios. هو بينتظر او انتظر خارج الاستديوهات to appear in scenes عشان يظهر. appear هنا معناها يظهر في السينز. سينز يعني ايه يا شباب؟ كنزي منورة البث يا كنزي. يس كنزي برافو عليك يا كنزي، مغرم بشيء. يلا نشوف مع بعض كده سينز. سينز معناها ايه يا شباب؟ يلا مع بعض كده. ها سينز معناها، في ناس شايف ناس عمالة تدور على الكلمة اهو. سينز مشاهد. سينز ايوه برافو يا كنزي، مشهد سين. تمام معناها المشاهد. يبقى هو علشان يظهر في المشاهد كان بيقعد فين؟ بينتظر او انتظر خارج الاستوديوهات. trying to achieve his goal بيحاول او محاولا ان يحقق الهدف بتاعه as a film star كنجم سينمائي. while he was looking for a small part in a film بينما كان يبحث عن دور صغير في الفيلم he met a director هو قابل مخرج in our town في مدينتنا who offered him الذي عرض عليه offered him a role معناها دور، خلي بالك بالأو as an accountant كمحاسب in a bank في بنك. the part was small الدور كان صغير with a few lines به أسطر قليلة يعني هيقول كم سطر كده قليلين but important for him ولكنه مهم بالنسبة له. he thought it was the beginning as a film star هو اعتقد إنها قد تكون البداية كفيلم أو كنجم سينمائي. in the end في النهاية the scene was cancelled في النهاية المشهد اللي هو فيه ده لغي أو اتلغى. was cancelled يعني تم إلغائه and nobody told him ومحدش أخبره. when the film appeared in Cairo عندما ظهر الفيلم في القاهرة he took all his friends to see it هو خد كل أصدقائه علشان يتفرجوا عليه. it was a terrible blow لقد كانت صدمة. هنا blow بمعنى صدمة. خلاص صدمة شديدة أو سيئة جدا له as he wasn't in it لأنه ما كانش في الفيلم. since then منذ حينها he went to the cinema alone كان بيروح للسينما بمفرده. أول سؤال عندي Uncle صالح wanted to be an actor at his sisterhood, brotherhood,
fatherhood ولا childhood؟ طبعا childhood منذ طفولته. تمام. اشكرك يا كنزي. تمام. الله يسلمك الله يسلمك يا كنزي. كنزي من ابناء القناه من زمان قوي، من اول ما بدانا القناه وهي معانا. بصراحه انا فخور بيكي جدا يا كنزي. تمام. ناخد مع بعض السؤال الثاني. what kind of text is the passage؟ نوع الباسج دي، القطعه دي ايه؟ نوع النص اللي في الباسج دي، في القطعه دي ايه؟ a short story ولا a review ولا an autobiography ولا a biography؟ يلا نفكر كده مع بعض. تمام يا كنزي. childhood اول حاجه اللي هي الطفوله. جواهر هتبقى دي. مظبوط يا جواهر، برافو. محمد نور طبعا برافو يا محمد. هي رقم A في نمبر 2. هناخد رقم A اللي هي short story، هي عبارة عن قصة قصيرة. طب أنا عايز أفرق بين الأوتوبيوجرافي أو الأوتوبيوجرافي اللي هي رقم B والبيوجرافي. أوتوبيوجرافي اللي هي السيرة الذاتية اللي الشخص بيكتبها عن نفسه، تمام. لكن البيوجرافي هو شخص بيكتب حياة شخص آخر، بيكتب عن حياة شخص آخر. خلاص، يبقى الأوتوبيوجرافي هي سيرة ذاتية أنت بتكتبها عن نفسك، تمام. لكن البيوجرافي تعتبر سيرة ذاتية حد بيكتبها عننا. البيوجرافي لازم يكون، ليه مش بيوجرافي؟ يعني جمال بيسأل. لأن البيوجرافي لازم يكون فيها يا جماعة اتولد امتى واتولد فين والسي في بتاعه كله بقى، وكان بيشتغل فين ومات ازاي ومات فين والكلام ده كله. The director المخرج offered uncle صالح role، عرض على الانكل صالح دور as a film star traveler دكتور ولا اكاونتنت. احنا فهمنا ليه مش سيرة ذاتية يا جماعة، هي شورت ستوري، قصة قصيرة طبعا، واللي كان ليها مغزى ان الانسان يحاول قدر الامكان المغزى بتاعها يعني ما ياخدش صحابه معاه وهو رايح يتفرج على السيما. طبعا انا بهزر معاكم. طب ذا دايركتور اوفرد، عرض على الانكل صلاح دور كايه؟ برافو يا جمال، اكاونتنت، اللي هو ايه؟ كمحاسب، اكاونتنت. تمام. لو رجعنا هنلاقيها موجودة هنا، أنا مش متذكر فين بالظبط أهو، as an accountant في السطر ده. تعالوا ننتقل إلى السؤال الرابع عندنا. explain، وضح why uncle صلاح waited outside the studios. ليه uncle صلاح كان بينتظر خارج الاستديوهات؟ هنلاقيها موجودة to appear outside أو in the scenes، عشان يظهر في الإيه؟ في السينز. ماشي، يظهر في المشاهد اللي موجودة. to appear in the scenes عشان يظهر في المشاهد بتاعت الأفلام، أو to achieve his aim to be a film star. تمام، كان بيقف هناك عشان كده. طيب ننتقل مع بعض إلى السؤال اللي بعده نمبر 5. جمال أشكرك، أنا اللي أشكركم جدا على التفاعل الرائع اللي على الفيديو ده، أنا مبسوط جدا بتفاعلكم يا شباب. مريم accountant، مظبوط. how often does uncle صلاح صالح go to the cinema؟ كم مرة بيروح السينما يا جماعة؟ حد فاكر؟ عندنا احنا بنقرا القطعة كان بيروح كم مرة من غير ما نرجع لورا ونقلب تاني؟ كم مرة كان بيروح uncle صالح السيما؟ اشوف الذاكرة كده اخبارها ايه معاكم. to appear in the scenes، مظبوط يا سما، منورة البث يا سما. محمد مرتين لشراء. ماشي، احنا عايزين نفتكر كده هو بيروح قد ايه. ها، to achieve in hour he was، انا نفسي نسيت بامانه، انا نسيت بس ندور عليها. تمام. he waited outside to spare next to the film once a month. اهي يا جماعه الاجابه هنا once a month يعني مره في الشهر، دي الاجابه بتاعتنا اهي اللي انا عامل عليها مظللها دي. تمام، مره في الشهر. خلاص، يبقى بيروح مره في الشهر. يبقى هنقول هنا كده ان هو بيروح السينما مرة كل شهر once a month.
in your opinion في رأيك. تمام. مرة محمد عيد، سما هاني، برافو. جنى مظبوط، الله يفتح عليكم. السؤال الأخير في القطعة، في رأيك how were صلاح's friends when they saw the film. كيف كان أصدقاء صلاح عندما شافوا الفيلم. كانوا إيه طبعا، يعني عايزين نقول إن هم كانوا إيه. ده رأينا يعني. يلا حد يقول لي كده رأيه. ده رأيي بره القطعة خالص. عفوا. حد يقول لنا يا شباب رأيكم، كانوا إحساسهم إيه وكان شعورهم إيه لما شافوا الفيلم. they were sad، برافو. unhappy، جميل. surprised، مظبوط، تمام. برافو يا أسماء، برافو يا جمال، برافو يا محمد. يبقى I think نبدأ جملتنا بس بكلمة I think. أنا أعتقد لأن بيقول لك في رأيك. I think they were sad، ممتاز. واحد تاني يقول they were unhappy، ماشي. واحد تاني يقول surprised، ماشي، تمام. ماشي يا شباب. تعالوا ندخل على سؤال تشوز. عندنا 6 أسئلة بس فيهم أسئلة تقيلة حبتين. أنا جايب لكم أسئلة تقيلة حبتين يعني، بس إيه، عايز الكل يشارك معانا. أول سؤال، space is being able to relax، إنك تكون قادر على إنك relax. relax يعني تسترخي. mindfulness، forget. لا يا أميرة، أنت كده حرقتي الليلة كلها يا أميرة. ليه كده يا أميرة؟ ليه كده يا أميرة بس؟ ماشي. كنزي، mindfulness في أول واحدة، تمام، برافو يا كنزي، تمام. ومعانا محمد، برافو يا محمد. أحمد، محمد، مظبوط. جنى، برافو. وأحمد، أحمد. وأسماء، محمد عيد. أنت بتقول رقم دي على إيه؟ طيب to the word remember and ايه يعتبروا عكس بعض. خلي بالك remember and ايه يعتبروا opposites يعني عكس بعض. remember and، برافو. هاجر الشواف. forget، جواهر، مظبوط يا جواهر. ماشي يا أميرة، مفيش مشاكل خالص. بس انتي احنا كده مفيش مشكلة، بس نبص على السؤال اللي بعده كده. طبعا remember and forget، طبعا remember and forget عكس بعض. طب المعنى بقى، المعنى بتاعها هيكون recognize، ممكن يمشي معنى ليها. recall يعني يتذكر، مفيش مشكلة، تمام. remind لا، مش نفس المعنى. remind معناها يذكر. the noun noise can be adjective، ممكن نخليه صفة by adding ايه، عن طريق إضافة، برافو، الواي عشان نقول noisy. noisy يعني مزعج، برافو يا أحمد، تمام يا كنزي، برافو. جواهر، ممتازة. أميرة بحجابي، ممتازة، تمام. جانا، برافو. محمد، اكسلنت يا شباب. جواهر معانا، ومحمد عيد، محمد سعد، جميل. مريم، يس. أحمد. فاطمة، منورة البث يا فاطمة، والله اسمك جميل يا فاطمة. أنا أختي وبنت أختي اسمهم فاطمة، فأختي الغالية عندي اسمها فاطمة برضو. طيب نشوف مع بعض number 4. he takes space in competitions every year. takes ايه بقى؟ نشوف الجملة دي عشان الجملة دي برضو ممكن حد يقع فيها. takes part، برافو يا أسماء. takes part معناها ايه takes part دي يا شباب؟ takes part نشوف كده المعاني. takes part، حد يكتب لنا المعنى بتاعها. ماشي يا فاطمة. number A 4 A صح، برافو يا فاطمة. جمال الدين takes part، برافو. محمد نور الدين. طيب take part in معناها يشترك فيه. takes part in يعني يشترك في المسابقات، خلاص. takes part in. طيب كلمة takes apart، في حاجة اسمها takes apart؟ لا، مفيش حاجة اسمها takes apart in. لا، في كلمة apart لوحدها يعني ايه؟ منفصل. apart يعني منفصل، تمام. place، لو قلنا takes place معناها ايه بقى على بعضها؟ takes place يعني يحدث، بتساوي كلمة happen. takes place، خلاص. طبعا takes off،
takes off ليها اكتر من معنى. takes off ممكن لو اتقالت على الطياره تبقى تقلع الطائره. the plane takes off. طب و take الملابس off يعني معناها يخلع هذه الملابس. takes the jacket off يعني يخلع الجاكيت بتاعه. تمام. يبقى takes part هي الاجابه الصحيحه. وعرفنا apart معناها منفصل. takes place يعني يحدث. و takes off يعني تقلع او يخلع ملابسه. دي number 4. number 5 he promises but doesn't always ايه. نفكر كده في السؤال ده. بينزل يا جمال الفيديو اللي قدامنا ده بينزل على اليوتيوب ان شاء الله. هتلاقيه على الجزء الخاص بالبث المباشر، وهتلاقيه ان شاء الله هنزله لكم برضو على الفيديوز نفسها. جميل. عايزين شكرا ليك يا محمد. اشكرك انت اللي حلو والله يا محمد. طيب تعالوا نشوف السؤال ده بقى. he promises يوعد but doesn't always ايه. يلا نفكر يا شباب. ماشي يا جنى. نفكر كده يا احمد، فكر كويس. نفكر في السؤال ده. طولته قوي يا شباب. سما هاني انا مش عارف انت جايبه بي اللي هي على اللي قدامنا دي ولا حاجه تانية. المشكله ان احنا عندنا كذا حاجه فمش عارف بي دي تقصدي بيها ايه. محمد opened ما عندناش opened هنا في الاختيارات. intend. نفكر شويه يا شباب. محمد هاجر البطل. excellent. هاجر البطل اول حد يجيب الاجابه الصحيحه اللي هي perform. يبقى he promises but doesn't always perform. هو بيوعد بس ما بينفذش. perform يعني ايه؟ برافو يا محمد يعيد. عفوا. هو بيوعد ولكنه لا يوفي. خلاص. يبقى هنا عندنا he promises but doesn't always perform. برافو يا عبدو احمد. منور البث يا عبدو. نورين منوره البث يا نورين. لا احنا اخترنا خلاص perform يا نورين. مريم نحاول نظبط يا جنى الاعدادات بتاعت الصوره. هتلاقوا ان شاء الله الفيديو نازل على الفيديوز ان شاء الله موجود. عبدو احمد 6A. space is the time when you are not working. not working يا شباب يعني ايه not working؟ انا على فكره فاتح قدامي التاب بتاع رقية بنتي وبفتح الفيديو قدامكم كأنكم انتوا بتفتحوه بالظبط. انا شايف جودة الصورة قدامي واضحة جدا. فمعلش ممكن يكون مشكلة في النت او مشكلة في اعدادات جودة الفيديو عندكم. تمام. واعتقد ان في ناس كتير من اللي موجودة قدامنا شايفة الصورة واضحة. طيب يا شباب أنا السؤال السادس انا شايف ان احمد مجاوب صح. برافو عليك يا احمد. جميل يا احمد. اللي هو leisure is the time when you are not working. leisure اللي هو الفراغ. leisure يعني ايه؟ الفراغ هو الوقت اللي انت ما بتبقاش شغال فيه. يبقى الاجابه رقم دي هي الاجابه الصحيحه. leisure time حتى وقت الفراغ او وقت الترفيه هو ده اللي بنقوله دايما. كنزي برافو يا كنزي. برافو يا فاطمه. فاطمه لا فاطمه يبقى مريم. برافو يا مريم. محمد عيد ممتاز. جميل. هاجر ممتازة. جواهر. نفكر مع بعض بقى في أول سؤال في الجرامر. أنا عارف إن الصوت بيوصل متأخر عند بعض الناس نتيجة إن النت مش متظبط في مناطق ومناطق تانية بيبقى قوي فيها فبيظهر بسرعة. طيب أول سؤال عندنا في الجرامر the restaurant space جايب لي اوبنز. برافو يا هاجر. برافو يا عبدو احمد. في ناس مجاوبه على الاوبنز دي من بدري خالص. انا يس برافو يا اماني سالم. الحمد لله على السلامه يا اماني. يس محمد نور وهاجر البطل وجواهر واسماء. برافو عليكم. وعبدو احمد وفاطمه. فاطمه ممتازه. وهاجر الشواف. الله يفتح عليكم يا شباب. تمام. مريم. انا مش عايز اطول في الاسماء. عبد الرحمن وسما هتبقى اوبنز هنحط لها اس فعلا زي ما بيقول سما هاني. جميل. يبقى احنا هنا ليه يا جماعه حطينا اس هنا وخليناها مضارع بسيط؟ احنا كده خليناها مضارع بسيط ليه؟
لان عندي ده بنسميه تايم تيبلز، يعني جدول مواعيد. اي حاجه فيها تايم تيبل بنخليها مضارع بسيط، واحنا عارفين كلنا المضارع البسيط بيكون اما مصدر open او مصدر زائد اس opens. وانا طبعا ليه حطيت مصدر زائد اس هنا؟ عشان ذا ريستورانت مفرد. خلاص، جدول المواعيد اهو ان المطعم بيفتح الساعه 4:30. طيب هند وجايب لي stay in طنطا it's her plan. برافو عليك يا اسماء، ممتازه. برافو يا فاطمه، ممتازه يا فاطمه. فاطمه جاوبت اول حاجه وبعديها اسماء. تمام، بعد كده عندنا هاجر. برافو يا هاجر. اسماء، نورين احمد، منوره يا نورين. كنزي، برافو يا كنزي. فاطمه، هاجر، نورين، برافو. مريم، بيدل على الزمن. تمام يا احمد. واماني سالم، برافو. نورين، جواهر، عبدو احمد، انا مش عايز انسى محمد سعد ابو النجا، برافو عليك يا اسماء، جدول مواعيد فعلا. محمد عيد، ممتاز يا محمد، جميل. تمام. طيب يبقى هنا نمبر 2 هتبقى is going. هند is going to stay. السؤال التالت بقى فكروا شويه فيه، في ناس بتجاوب على السؤال التالت بسرعه مش مركزه. نحاول نركز يا شباب. يبقى هي is going to. ليه خدنا is going to؟ عشان في كلمه plan. عندنا كلمه plan دائما من الكلمات اللي بيجي دايما معاها going to زائد المصدر، بس خلي بالك لازم احط am او is او are قبل going to. في ناس بتقول going to على طول من غير ما تقول is going to. تمام، دي حاجه. في ايه تاني غير plan يا شباب ممكن يجي معاه going to؟ ايه تاني غير plan؟ يلا فكروني كده. نقول plan ونقول ايه تاني؟ ايوه، ونقول intend. ونقول ايه؟ decide. برافو عليكم. يبقى plan يخطط، وبلان خطة، وintend ينوي، وintention نية، وديسايد يقرر، وديسيشن قرار. تعالوا نشوف الجملة الثالثة بقى. دي جملة بتاعت الطلبة المتفوقين، معلش الناس اللي هم نص ونص ما يعلقوش. دي جملة للطلبة المتفوقين. برافو عليك يا كنزي، ديسايد صح، بتيجي من الكلمات بتاعتها. برافو يا دكتور محمد نور، صاحب أول إجابة صحيحة، برافو عليك. أحمد، ممتاز يا أحمد. محمد نور، ممتاز يا محمد، برافو عليك يا محمد. تمام. دروف، ليه عملناها دروف ماضي بسيط؟ ليه يا جماعة رغم ان الجملة الأولانية كانت في المضارع التام؟ لأن في هنا عندنا للأسف احنا عندنا هنا ايه؟ when. الجملة دي يا جماعة when you were away. when you were away دي جملة ايه يا شباب؟ دي جملة ماضي بسيط اللي أنا مظللها دي. جملة ايه؟ جملة ماضي بسيط على طول. أول ما تشوفها when you were يبقى جملة ماضي بسيط. يبقى أجيب الماضي من drive هو drove يعني قادة. للأسف أنا قابلني ناس كانوا بيقولوا الماضي بتاع drive هو drived. نحفظ يا جماعة تصريفات الأفعال. طبعا مش انتوا، طبعا في ناس تانية وحشة. طيب while the match. يلا نفكر كده في السؤال اللي بعده. شايف ناس برضو السؤال اللي بعده برضو محتاج تفكير، محدش يستعجل. برافو يا أحمد، ممتاز يا ابني. during. أحمد صاحب أول إجابة صحيحة. during يا أحمد، الله يفتح عليك. during. برافو يا أماني كاتبة دي يو، ملحقتش تكتب during، عايزة تلحق. برافو يا أماني، برافو عليك. during. طبعا نكبر الدي هنا. during the match أثناء الماتش I broke my leg. تمام، برافو يا فاطمة، الصورة واضحة. برافو يا جواهر. تمام، يبقى عندنا هنا كلمة during دائما يأتي بعدها اسم أثناء الماتش، دايما بتيجي بالشكل ده كده، بيجيب لك while بين قوسين كده، يبقى عايز during. طيب I don't have to do my homework I must deliver it tomorrow. أنا لست مضطر إن أنا أعمل الواجب بتاعي، أنا يجب إن أنا أسلمه بكرة. طيب يبقى إيه؟ هنقول إيه؟ برافو يا أحمد. لا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك يا أحمد. have to plus 1 هتبقى have to، هنشيل النفي منها، يبقى أنا مضطر إن أنا يجب أن أفعل الواجب بتاعي أو أعمل الواجب بتاعي. يبقى هنا have to بمعنى يضطر إلى شيلنا منها النفي بس. خلاص، لأن بيقول لك I must deliver it tomorrow، أنا لازم أسلمه بكرة. تمام يا أسماء، برافو يا كنزي، برافو يا عبد الرحمن. تمام. محمد عيد وأحمد، الله يفتح عليكم يا شباب. محمد عيد، برافو. أماني، ممتازة يا أماني.
طيب ننتقل مع بعض الى اخر سؤال عندنا، هو سؤال الباراجراف. انا مش هنتكلم في كتير في الباراجراف، لان الباراجرافز كتير عندنا، وعندنا اكتر، كل واحد فينا هتلاقي معاه اكتر من 10 مذكرات باراجرافات موجوده. فاحنا عايزين نتعلم ازاي الاول سريعا كده نكتب باراجراف كويس. هندردش مع بعض شويه، وهسيب لكم في التعليقات تكتبوا لي تعليقات طبعا على الفيديو الرئيسي، لو تقدروا يعني تكتبوا لي الباراجرافز بتاعتكم، وانا هقيمها ان شاء الله في التعليقات باذن الله. مراجعه اولى اعدادي، لا انا ما بعملش بس مباشر الا الاولى، الا ثالثه اعدادي فقط بس مباشر. مراجعه اولى اعدادي ان شاء الله هتبقى يوم السبت القادم باذن الله. يوم السبت القادم بعد بكره باذن الله في مراجعه مهمه لاولى اعدادي باذن الله. ف بس مباشر تاني اعدادي هيكون ليله الامتحان فقط، تمام، او يوم الامتحان الصبح قبل الامتحان كده بعد الفجر ان شاء الله هنعمل لكم مراجعه بث مباشر قبل الامتحان، يعني على الساعه 5:30 6 الصبح كده باذن الله قبل الامتحان بتاعكم. مراجعه اولى اعدادي برضو هتبقى بس مباشر. طبعا احنا تالتة اعدادي خلاص ثبتنا الميعاد بتاعهم، اتنين وخميس، اتنين هيكون فيديو، وخميس هيكون بث مباشر باذن الله. تمام، احنا كده يعتبر خلصنا. بس سريعا كده هنقول البيوجرافي يعني ايه. بنكتب سيره ذاتيه عن ايجيبشن سبورت ستار، يعني نجم رياضي مصري. طبعا كلنا هنكتب، يعني في ناس هتكتب عن ابو تريكه، في ناس هتكتب عن محمد صلاح. اوكي، يا ريت تكتبوا لي بقى في التعليقات، بلاش الشات لان الشات هيقفل كمان شويه. نكتب في التعليقات بتاعه الفيديو الرئيسي الباراجرافز اللي احنا حابين ان احنا نعبر بيها. اهم حاجه نبدا كل جمله بحرف كابيتال ونختمها بفول ستوب او نقطه. كمان يا جماعه السبيلنج والجرامر يكون سليم. في ناس بتتجاهل الموضوع ده، فاكره ان هو عشان كتب جمله سليمه يبقى كده زي الفل. لا، احنا ليه في الباراجراف الدرجات بتاعته بتتوزع على اكتر من حاجه. اولا هل السبيلنج بتاعك سليم، هل الجرامر سليم، هل البانكتويشن اللي هي علامات ترقيم ملتزم بيها ولا لا. يعني لو لقيتك بادئ الجمله بحرف سمول هنقصك في الدرجات، فبلاش يعني خساره قوي ان احنا نضيع درجات على حاجات بسيطه زي كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل السنتنس نفسها، الجمل نفسها related to the topic ولا لا، مرتبطه بالتوبيك ولا لا. يعني انا كاتب لك عن سبورتس ستار، ما تكتبليش عن عادل امام مثلا، تكتب لي عن نجيب محفوظ، او تكتب لي عن مجدي يعقوب. لا، انا عايز سبورتس ستار. لازم الموضوع يكون مرتبط بالايه، او الجمل تكون مرتبطه بالموضوع. وان شاء الله هتجيبوا الفول مارك باذن الله. بس لكل مجتهد نصيب، نتعب وان شاء الله باذن الله كل حاجه هتبقى سهله بالنسبه لنا. واشكركم على التفاعل الجميل ده، واللي حابب ان هو يكمل الفيديو معانا هتلاقوا الفيديو ان شاء الله موجود في الفيديوز وموجود في البث المباشر على القناه. واشوفكم على خير الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.